السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، نرجو منكم قبل أن نبدأ الفيديو الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صرح الفنان صلاح الوافي في بث مباشر على صفحته بالفيسبوك عن وجود مسلسلين سيتم عرضهما في رمضان 2023. معنا مسلسل في قناة السعيدة ومسلسل في قناة يمن شباب بإذن الله تعالى، مسلسلين السنة إن شاء الله إذا أراد الله. نعودكم على غياب السنة الأولى. هل السنة نمر بيزيد شوية ما يقدم خير. المسلسل الأول مسلسل أرزاق، المسلسل الدرامي والكوميدي للفنان صلاح الوافي وفهد القرني بعد غياب طويل دام ل10 سنوات. في آخر مسلسل جمعهما معا مسلسل همي همك، ها هما يعودان مجددا للمشاركة في مسلسل أرزاق للمخرج السوري جارو أرارات. وسيضم هذا المسلسل العديد من نجوم الكوميديا والدراما اليمنية مع مشاركة بعض الممثلين الأردنيين. بعض الفنانين المشاركين في المسلسل الفنان الكبير فهد القرني، والفنان الرائع صلاح الوافي شيماء محمد، والفنان سمير قحطان، وأيضا الفنان حسن الجماعي، والفنان توفيق الماخذي، والفنانة آية الشرعبي، والفنان أنور المشولي، والمبدع الصاعد محمد الأموي، والفنانة الكبيرة نوال عاطف. المسلسل من إنتاج قناة يمن شباب، وسيعرض أيضا على قناة يمن شباب. ويحكي هذا المسلسل عن الطبقة الغنية في اليمن، علما بأن هذا المسلسل يتم تصويره حاليا خارج اليمن في الدولة الأردنية الهاشمية. أما المسلسل الثاني لم يتم البدء به إلى حد الآن، علما بأن هذا المسلسل سيكون من إخراج المخرج الرائع محمد فاروق، مخرج مسلسل تكتيك في السنة السابقة، وسيكون أيضا من إنتاج قناة السعيدة. انتظرونا قريبا في تفاصيل أكثر عن هذا المسلسل وعن المسلسلات الأخرى في فيديوهات قادمة إن شاء الله.